صباح الفل يا صباح العسل حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده هنعمل اكله اقتصاديه جدا، تنفع فطار او غدا او عشاء. اكله اقتصاديه وعلى قد الايد. طب هنعمل ايه؟ هنعمل شكشوكه، وهنعمل كمان بطاطس محمره، وكمان جبنه قديمه بالطماطم والخيار. يلا بينا هنشوف نعمل ايه. اول حاجه جبت صينيه وحطيتها على النار، وحطيت فيها كمية حلوة كده من الزيت. وبعد كده جبت بصلاية وسط وبشرتها ناعم بالشكل ده. هقلب البصل، انا عايزة البصل يدبل معايا كويس. وبعد كده نزلت باتنين حبيتين من الفلفل الالوان الرومي، وقطعتهم مكعبات بالشكل ده. حابة تنزلي فلفل سبايسي لو بتحبيها بتبقى خطيرة، بس انا غصب عني مش بقدر احط حاجات حراقة عشان عندي اطفال. فانتي لو حابه تحطي فلفل حامي حطي، بتبقى خطيره وطعمها حلو. وكمان الفلفل الرومي برضو بيديها طعم حلو قوي. جربيها، اللي ما جربش الشكشوكه جربيها لان طعمها حلو قوي، هتعجبك. اكله جميله واقتصاديه على قد الايد خالص. كمان نزلت بطماطم متقطعه مكعبات بالشكل ده. اهم حاجه الطماطم تكون طريه شويه، واسيبها بقى تتسبك براحتها. اغطيها واسيبها تتسبك. بصوا بقى يا جماعه، اهي الحمد لله. بصوا شايفين اتسبكت معايا الطماطم اهي، شايفين نزلت ميتها واستوت واتسبكت معانا. بصوا بقى هنا معايا 3 بيضات، هحاول ان انا اقلبهم بالشوكه كده. بصوا بقى انا هعمل ايه، هعمل حركه. بصوا يا جماعه، انا لميت الطماطم كده على جنب اهي اهي، واحاول اجيب الزيت ده كده اهو، وانزل بيه البيض بالشكل ده كده. احاول ان انا اجيب الصينيه دي كده شويه، انا عايزه اسوي البيض بس. جربوا بقى الشكشوكه بالطريقه دي، طريقه مصريه قديمه وخطيره وحلوه جدا. لسه هنحط التوابل واقول لك التوابل عباره عن ايه. انا بس هخلي البيض يستوي معانا ماشي بالتقليب طبعا، وبعد كده هخلطهم كلهم مع بعض. بصوا يا جماعه، البيض اهو استوى معايا ماشي. هخلطهم بقى كلهم على بعض، وبعدين هنضيف التوابل. استنوا اهو، هنضيف التوابل عادي. استنى هقول لكم بقى التوابل عباره عن ايه. هنحط طبعا شويه ملح، انت اظبطي الملح بتاعك وشوفي الحاجه محتاجه بتاعتك ملح ولا لا. بعد كده هنزل بشويه فلفل، بعد كده هنزل بشويه كزبره ناعمين، ورشه بسيطه من الكمون بس كده. هقلبهم بقى كده، شايفين ما شاء الله تحفه تحفه. بس الوصفه معايا خلصت اهي وبقت تمام، ما خدتش معايا 5 دقايق بس. جربوا بقى اعملوا الشكشوكه الخطيره دي، طعمها خطيره وحلوه جدا، واكله على قد الايد خالص. بس انا كده خلاص معايا استوت. شايفين الجمال؟ تحفه والله العظيم. جربوها واعملوها وهتعجبكم باذن الله. هنحضر بقى جنبيها البطاطس المحمره والجبنه اللي هي بالطماطم والخيار. يلا بينا نكمل بقيه الاكل. حبايب البطاطس اهي غسلتها. اول حاجه قشرتها، وبعد كده غسلتها، وبعد كده قطعتها ونقعتها في الميه اهي. لازم ننقع البطاطس. بس بعد كده هقليها عادي. يلا بينا نقليها. ننزلها على النار وهنحط البطاطس. اول ما الزيت كده يبتدي ان هو يغلي معاكي حط البطاطس.
بصوا بقى، دي جبنه قديمه، دي اسمها جبنه قديمه اهي. حطيت عليها شويه زيت ماشي، وعملتها بالمعلقه كده، هرستها بالمعلقه كده. هنضيف عليها شويه طماطم وشويه خيار. الله، هنقلبهم بقى. قلبتهم اهو. الله، خطيره. شويه بقى مش كده بالطماطم، جبنه قديمه والخيار، جربيها بالخيار طعمها حلو قوي. والبطاطس اهي على النار، قربت بقى ايه تتحمر. والبطاطس اهي اتحمرت معانا، هنطلعها بقى، هنطلعها خلاص على عسل وناس. بصوا يا جماعه، والله العظيم اكله بسيطه وعلى قد الايد، بس والله العظيم عسل عسل عسل. احمد ربنا وقول الحمد لله على كل حاجه، على كل حاجه. احمد ربنا، كل ما بتحمدي ربنا في اي حاجه ربنا بيديكي. اه والله. بس هطلع دولت واحط التانيين بقى. خلصنا الاكل الجميل البسيط بتاعنا، عملنا الشكشوكه الخطيره اهي، وكمان الجبنه القديمه بالطماطم والخيار، جربوها طعمها حلو قوي، وبطاطس المحمره. احلى اكله مصريه جميله، والف هنا وشفا للي هياكله. حبايب قلبي، لو عجبكم الفيديو والاكل البسيط الجميل الاقتصادي ده، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك لاختكم عشان يوصل لكم كل جديد باذن الله. اسيبكم في رعايه الله، فيديو جديد، مع السلامه.